أهلا بكم. لو عايز حاجة تقوي أعصابك وتخليها حديد، لو بتعاني من الضعف والهزل أو جسمك مكسر وعندك خمول على طول وعايز حاجة تودي كل الكلام ده، لو عايز حاجة تستخدمها كمنشط جنسي لكن تكون طبيعية وملهاش أي آثار جانبية، يبقى طلبك عندي. جايب لك النهاردة أقوى علاج مقوي للأعصاب وبيعالج الضعف بصفة عامة. يلا بينا نبدأ الفيديو. هتكلم معاكم النهاردة عن نوعين. النوع الأول حقن للناس اللي بتحب الحقن، وكبسول للناس اللي ما بتحبش الحقن. هتكلم الأول عن الحقن، فلو حابب تروح على طول على الكبسول هسيب لك في الوصف الدقيقة بالظبط اللي بتكلم فيها عن الكبسول، علشان يعني ما تضيعش وقتك وخلاص. لكن نصيحتي اسمع كلامي عن الحقن والكبسول، واللي يعجبك فيهم استخدمه. أول حاجة الحقن، هنستخدم أي حقنة بتحتوي على فيتامين بي 12، وافضل حقن بيكون فيها المادة دي هي بيتولفيكس امبول. ميزة بيتولفيكس امبول انها بتعالج الضعف والهزل والخمول اللي بيكون في الجسم، كمان بتقوي الاعصاب بدرجة عالية جدا. كمان بتستخدم لعلاج الانيميا او فقر الدم. كمان لو انت بتلعب حديد وعايز حاجة تساعد معاك انك تشيل اوزان تقيلة، بيتولفيكس هتساعدك على كده. كمان بتولفيكس آمنة جدا على الحمل والرضاعة والضغط والسكر، بالعكس المفروض ان اي حد مريض سكر بيستخدمها، لان السكر بيضعف الاعصاب، فبيتولفيكس بتعمل على تقوية الاعصاب. العلبة زي ما حضراتكم شايفين كده بتتكون من امبولين او من سرنجتين. زي ما حضراتكم هي سرنجة جاهزة متعبي فيها المية نفسها. المية بتكون تقيلة شوية في الحقنة دي، مش اي حد يديها لك، لازم حد يكون متخصص وبيعرف يدي حقن. العلبة دي بتولفيكس في منها امبولات ازاز، يعني في منها امبولات كده متعبية في سرنجة جاهزة، وفي منها امبولات ازاز زي الحقن العادية كده بتسحبها بسرنجة عادية. برضو ميتها بتكون تقيلة، فمش اي حد يعرف يديها لك، لازم يكون حد متخصص. طيب لو حضرتك ما بتحبش الحقن او بتخاف منها زي حالاتي كده، يبقى تستخدم نيوري ماكس كبسول. وزي ما حضراتكم شايفين كده مكتوب على العلبة مقوي للاعصاب ومضاد للاكسدة. والاكسده باختصار هي اللي بتعمل لك الخمول والتعب اللي بيكون في الجسم، فالكبسول ده بيعالج الكلام ده كله. ميزه نيورو ماكس كبسول انه بيحتوي على كتير جدا من الفيتامينات المختلفه، فيتامين بي 1 و2 و6 و12 وايه وزنك وغيره. العلبه زي ما حضراتكم شايفين كده بتتكون من 3 شرايط. الشريط بيكون فيه 10 كبسولات، وسعر العلبة كلها حوالي 99 جنيه. بالنسبة للجرعة والاستخدام، الحقن بيكون أمبول واحد بس كل أسبوع، يعني كل أسبوع حقنة واحدة بس. لو خدتها يوم السبت يبقى السبت اللي بعده، خدتها الحد يبقى الحد اللي بعده، وهكذا. وبالنسبة للكبسول ممكن تاخد كبسولة واحدة بس في اليوم، ولو الموضوع عندك شديد شوية ممكن تاخد كبسولتين في اليوم، كبسولة بعد الفطار وكبسولة بعد العشاء. زي ما قلت لكم في كل فيديو، أنا مش دكتور ولا صيدلي، لكن بجيب لكم حاجات ناس جربتها وجابت معاها نتيجة كويسة، فبقول لكم عليها على أساس إنها تجيب معاكم نتيجة كويسة. لكن ما تستخدموش أي حاجة غير لما ترجعوا للدكتور أو الصيدلي، لأن هم أكتر اتنين هيقولوا لكم الحاجة دي تنفع معاكم ولا لأ. ونتقابل إن شاء الله في فيديوهات تانية. سلام عليكم.